تصريحات مثيرة من كولر بعد خسارة كأس السوبر الإفريقي، ويقول الحكم ظلمنا. وقال مدرب النادي الأهلي مارسيل كولر بتصريحات حول هزيمة فريقه بنتيجة هدف دون رد أمام اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي. وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قدم كولر التهاني لفريق اتحاد العاصمة على فوزهم باللقب. وقال المدرب السويسري: منحنا المنافس ضربة جزاء بدون داعي، كان هناك ضربة جزاء واضحة لنا ولم يحتسبها الحكم، ولأول مرة في حياتي أرى حكما يقوم بإتاحة الفرصة وهناك ضربة جزاء. وقال أيضا رضا سليم وإمام عاشور قدم أداء جيد جدا، هما لاعبان جدد على الفريق ولم يصلا لرتم الفريق العالي. إمام كان مصابا لمدة 4 أشهر، وعندما يستكمل التدريبات الخاصة به سيكون لاعبا عالي جدا. وأشار المدرب السويسري إلى أنهم كانوا لديهم ركلة جزاء واضحة لكنها لم تحتسب، معلقا أن فريقه يحتاج إلى تحسين أدائه في المباريات القادمة. وأضاف أنه خاصة وأنهم في بداية الموسم، وشدد على ضرورة أن يقوم كل لاعب بمراجعة أدائه الشخصي وعدم إلقاء اللوم على الآخرين. وأكد كولر أنهم نجحوا في التعاقد مع مهاجم قوي لكنه لم يشارك في المباراة بسبب مشكلة القيد. وأوضح أن فلسفته تعتمد على قدرة جميع اللاعبين على التسجيل، وهذا ما ساهم في نجاحهم في الموسم الماضي. وأعرب عن حزنه لخسارة البطولة لكنه أشار إلى أن ذلك يمكن أن يكون دافعا لتحسين الأداء في بداية الموسم. وأوضح أنهم حققوا جميع البطولات المشاركين فيها الموسم الماضي، وأن تحقيق النجاح البطولي يتطلب اللعب بجهد كبير. وأعلن عزمه على التدخل بشكل قوي مع اللاعبين لإيصال رسالة بأن البطولات لا تحقق بدون مجهود كبير. وحصل الفريق الأحمر أول ألقابه مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعد أن حقق العلامة الكاملة بالموسم الماضي. ولم يدير المدرب السويسري اللقاء باتزان كعادته، حيث اندفع بقوة خاصة في البدايات. وبدأ الفريق الأحمر ضاغطا بقوة كعادته لكنه واجه صلابة دفاعية من الفريق الجزائري. ولجأ أيضا فريق اتحاد العاصمة للكرات المرتدة المنظمة والتي مثلت خطورة كبيرة على فريق القلعة الحمراء. وحاول كولر تعديل صفوفه بالشوط الثاني، ولكن تنظيم اتحاد العاصمة كان حائطا صدا أمام السويسري. كولر ممكن يكون أكتر واحد مستفيد من الهزيمة. محتاجين نحس إن اللي اتحقق الموسم اللي فات محتاج جهد وتعب وشغل على التفاصيل وروح أكتر بكتير علشان يتحقق الموسم ده. رضا سليم وإمام عاشور وأي صفقة جديدة محتاجة تعرف إنها محتاجة تاكل النجيلة وتدوس على نفسها وتشقى، عشان نجاحك هيحققوا الملعب وعرقك بس ومش أي حاجة تانية. اللعيبة القديمة اللي في الأهلي محتاجة تجدد دوافعها وتعرف إن الموسم صعب جدا، والبداية كانت إنذار واللي فات بقى تاريخ وماضي، عشان تعرف تطلع من جديد لفوق. ده الدرس الإيجابي الوحيد النهاردة عشان بكرة يكون مختلف. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ومتنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.